قريب التعادل امام الهلال في ملعبه، بالتاكيد نتيجه ستحسب لفريق ظل يعاني. وهنا تمريره وما فيش تسلل، والمحترف يتقدم والكره في المرمى. جول جول ديباتي يغتال الهلال من لقطة مميزة جدا ومن تمريرة خلف المدافعين تماما بدون تسلل في الدقيقة 30 تماما. تمريرة محسنة خلف المدافعين، انفراد كامل بجمعة جينارو، والكرة مباشرة في المرمى الهلالي، في مرمى أصحاب الضيافة. لاحظ التمريرة من عمق الوسط مباشرة ناحية ديباتي اللي كان في انفراد كامل، والكرة بين قدمي جمعة جينارو. أول أهداف الضيوف، أول أهداف هلال كادوغلي منذ شهر مايو لم يسجل هلال كادوغلي هدف. ها هي أول أهدافه تعود بعد ما يقارب الثلاثة أشهر، يعود للتسجيل في مرمى ثاني الترتيب الهلال العاصمي ليزيد من الجراح الأفريقية في المنافسة المحلية. والهلال يعيد لسيسي في المكان الخالي. سيسي يتوغل على حدود ال 18، بيعمل العكسية، تبعت من جانب صالح، تصل لمهند، يسدد مهند في المرمى. جول جول الورقة الرابحة لمبارك سليمان، والحلول الفردية والتسديدات من خارج المنطقة هي الحلول وهي الحل الناجع للتكتل والتمترس الدفاعي لهلال كادوغلي. مهند الطاهر على الدقيقة 33 يغتال صمود أسود الجبال بهذه التسديدة مباشرة في سقف مرمى حافظ أحمد من يسارية قوية مهيئة أمامه على قوس 18. أعلنت هدف التعادل للهلال في مرمى الضيوف أسود الجبال. إذن مهند الطاهر لم يخيب الآمال، كان على الموعد، والحل الفردي كان حاضر، والورقة الرابحة كانت رابحة لعمر بخيت، لنيلسون، لمهند، لنيلسون من جديد. تمريرة أمامية وتعبر في المرمى. جول جول الثاني الهلالي عبر يسارية عبد اللطيف سعيد. هدف ثاني من تمريرة بينية يسارية من مهند الطاهر. مهند الطاهر بيعمل تمريرة بظاهر القدم داخل المنطقة، أو هو نيلسون عفوا لعبد اللطيف. هو عبد اللطيف بالقدم اليسرى تتهادى داخل مرمى الحارس حافظ أحمد على الدقيقة 41 من شوط المباراة الثاني، على بعد 3 دقائق من نهاية الزمن الرسمي للشوط. 2 الهلال العاصمي، 1 الهلال كادوغلي. لاحظ البينية، وهنا خروج ماجد جاء متأخرا يا مجدي، تحدثنا عنه كثيرا. دخول هشام الآن يعني تأخر، وأنا تحدثت عن أنه يعني نحتاج ونفتقر